النادي الأهلي يتفوق على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في مباراة النهاردة في الجولة السادسة من الدوري العام. العلامة الكاملة للنادي الأهلي هي حصيلة 6 مباريات إلى الآن في الدوري العام برصيد 18 نقطة. بيقع النادي الأهلي على قمة الدوري العام منفردا ووحيدا في المقدمة. تفوق النهارده النادي الاهلي على نادي الاتحاد السكندري في مباراه كبيره جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول، واستطاع بيرسي تاو العائد من الاصابه ومن فتره غياب كبيره جدا وبالنيولوك الجديد وبالاحتفال الغريب العجيب انه يحط هدف اول للنادي الاهلي، ويستطيع ياسر ابراهيم في كره عرضيه ولا اروع ولا اجمل ويحط هدف ولا اروع بالهيد عشان ينتهي الشوط الاول ما بين الاهلي والاتحاد السكندري بنتيجه 2-0. الاداء في الشوط الثاني كان اقل شويه من المستوى. نادي الاتحاد السكندري عمل بعض التغييرات واستطاع ان هو يعمل اكتر من هجمه على النادي الاهلي. واضح جدا ان المناطق الدفاعيه للنادي الاهلي فيها بعض الخلل وكان في بعض التوترات في المناطق الدفاعيه. استطاع النهارده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي كالعاده انه يتالق في ركله جزاء لنادي الاتحاد السكندري، شاطها محمود علاء ولكن تالق فيها محمد الشناوي وتصدى لها. في ايضا في الشوط الثاني كان في ركله جزاء لنادي الاتحاد السكندري وشاطها ميسي خارج المرمى تماما. كولر عمل الشوط الثاني العديد من التغييرات، واشرك محمود متولي في الدفاع، وايضا شارك حسين الشحات وشارك محمد مجدي قفشه وشارك كمان شادي حسين. الهدف الثالث للنادي الاهلي كان عباره عن ان هي كوره استطاع محمد مجدي قفشه بمهاره خالصه ان هو يعدي ويراوغ حارس المرمى اكتر من مره ويرسل كره عرضيه لاكرم توفيق وحط الهدف الثالث بسهوله جدا. وشفنا احتفال اكرم توفيق ويستاهل لاعب رجوله ويستاهل هذا الهدف. شفنا طبعا التواجد الجماهيري للنادي الاهلي والتشجيع الكبير جدا من الجماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه استاد السلام. مليون مبروك الفوز مره ثانيه للنادي الاهلي وعشاق وجماهير النادي الاهلي. ظل النادي الاهلي متربع على قمه الدوري العام. طبعا كانت مباراه الاتحاد السكندري مباراه صعبه جدا. سيد البلد كان بيحاول في الشوط الثاني ان هو يرجع للقاء، ولكن كره ضربه الجزاء المهدره من محمود علاء اثرت شويه على نادي الاتحاد السكندري ومعنويات اللاعبين في الشوط الثاني. النادي الاهلي لم يكن بمستوى الشوط الاول، لكن في مجمل اللقاء 3-0 للنادي الاهلي في مباراه تعتبر مباراه جيده المستوى. بنتمنى التوفيق دائما للنادي الاهلي في قادم المباريات، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.